معنا مدرب فريق العفيفة الكابتن عبد الله المقبالي، نرحب فيك معنا. يا اخوي درويش حياك الله. بطولة تشجع فريقك، جاهزين؟ كيف هي استعداداتكم للبطولة؟ والله الحمد لله رب العالمين، الفريق جاهز من كل النواحي النفسية، النواحي البدنية، النواحي الفنية، الفريق جاهز ان شاء الله المحافظة على اللقب. بحكم ان العفيفة بطل النسخة الماضية، في ضغوطات كبيرة على اللاعبين، كيف هيأت الفريق؟ والله شيء طبيعي ان تكون في ضغوطات ان شاء الله. مع بداية اول مباراة نسبة 60 إلى 70% من هذه الضغوطات إن شاء الله بتطلع إن شاء الله. من خلال التجارب الودية، أكيد أخذتوا مجموعة من التجارب الودية، النتائج كانت مرضية أو غير مرضية، كيف تحدثنا عن النتائج؟ بالنسبة للمباريات الودية احنا دائما نتكلم من المباريات الودية لتصحيح الأخطاء، لتطبيق يعني أفكار مباراة نطبق فيها كذا مباراة طبقنا أكثر من طريقة لعب. الرضا او عدم الرضا في المباريات الوديه ما لا يسمن ولا يغني من جوع. احنا دائما نتكلم واللاعبين على علم بهالموضوع، احنا المباريات الوديه الهدف الرئيسي منهن اللي هو الاستعداد من كل النواحي اللي يتطلبها الفريق، سواء فزنا خسرنا تعادلنا، في الاخير يعني هذه النتائج نفسيا ربما يعني للاعبين الصغار في السن ربما تاثر، لكن عندنا لاعبين الحمد لله واعيين، عندنا جمهور واعي، عندنا إدارة واعية، عندنا لجنة إعلامية أيضا واعية، فالكل يعني يعرف الهدف من المباريات الودية، ما نعطيها أكبر من حجمها. تركيزنا الحمد لله رب العالمين بطولة تشجع فريق اللاعبين، الجهاز الفني كامل، الجهاز الإداري مركزين للمحافظة على اللقب إن شاء الله. القرعة وضعتنا في المجموعة الثانية، يقال بأن العفيفة أول المتأهلين من بعد القرعة. على الورق القرعة يعني نفس ما تكلمت انت ان العفيفة اول المتأهلين. كرة القدم ما تعترف بهذا الشيء ابدا، تعترف ان عندنا فريقين ونحن الثالث. الفريق اللي بيكون جاهز للمباراة من كل النواحي الفنية البدنية النفسية هو اللي بيتأهل. انا تكلمت مع اللاعبين نفس الكلام اللي انت الحين تتكلم، قلت له على الورق العفيفة في دور الاربعة، لكن كرة القدم ما تعترف بهذه الاشياء ابدا. اللاعبين مدركين أهمية يعني بطولة تشجع فريقك، أهمية المحافظة على اللقب. يعني المحافظة على اللقب ربما تكون يعني صعبة، لكن بجهود اللاعبين برغبتهم بحماس اللاعبين إن شاء الله ما بتكون يعني في هذه الصعوبة. نفس الكلام أعيده مرة ثانية، على الورق العفيفة في دور الأربعة، لكن هذه في كرة القدم ما تعترف الفريق اللي بيشتغل في هذه الفترة واللي اشتغل في الفترة الماضية هو اللي بيصعد إن شاء الله. أجريتوا مجموعة من التعاقدات مع المحترفين، كيف شفتهم من خلال التجارب الودية؟ هل هي في الطموح أو لا؟ كل لاعب يعني وصل لفريق العفيفة عن قناعة تامة أول شيء من الجهاز الفني. فسؤالك يعني أن قد الطموح يعني سؤال، هل بيقدموا الإضافة المطلوبة بحكم أن أنت كنت وصيف النسخة الماضية على مستوى السلطنة، الآن تطمح لأنك تكون لقب وصيف السلطنة؟ احنا يعني حاليا ما نفكر ان احنا كنا وصيف السلطنة او كنا البطل، حاليا تفكيرنا في اول مباراة بطولة تشجع فريقه. بما انه محترف اكيد ان احنا بيكون يعني يقدم اضافة للفريق. نتمنى ان نكون ان شاء الله المحترفين اللي جلبتهم الاداره بموافقه الجهاز الفني انهم يكونوا ان شاء الله اضافه للفريق بطوله تشجع فريقك باذن الله. رساله بسيطه للجماهير. رسالتي اللي تكلمت فيها العام الماضي، كرة القدم فيها عدة يعني احتمالات، فيها فوز، فيها خسارة، فيها تعادل. أتمنى من جمهورنا اللي عودونا العام بوعيهم بثقافتهم انهم يكونوا داعم قوي وشريك معنا، شريك كلاعبين وجهاز فني وإدارة وجمهور. إن شاء الله هذا اللاعبين فرحوهم العام، إن شاء الله السنة هذه نفس ما فرحوهم العام إن شاء الله بيفرحوا، ونوعدهم إن شاء الله أن الفريق بيشرف منطقة العفيفة وبيكون خير سفير لمنطقة العفيفة بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق كوتش، وشاكرين تواجدك معنا. أحسنت يا كابتن درويش.